السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. والله يا أخوان، أنا المفروض أطلع أحكي عن الإنزال الجوي اللي عمله الكيان الأزرق. جهزت هيك حلقة كاملة، بدي أرد على كل الناس اللي عم بتخون وبتهمز وبتلمز إنه الشرع وباع البلد وليش ما عم برد على إسرائيل. فعملت حلقة دسمة إن شاء الله، بدي أرد وألجم كل شخص عم بشكك بالسيد الرئيس أحمد الشرع. لكن لما جيت شان أطلع بصدفة، والله صدفة شفت حلقة للصياد الماهر العلاك اللي اسمه أحمد رحال، العميد أحمد رحال. يعني هذا العلاك عم بحاول يصطاد يعني أي شغلة، أي هفوة، أي كبوة، حتى فرضا حتى لو ما في غلط، لو أمر عادي جدا وما في أي غلط، لا بده يعني يعمل غلط حتى فقط انه يشوه سمعة الدولة بطريقة يا اخوان خبيثة جدا. يعني عندك كمال لبواني، نضال معلوف، جماعة واضحين ضد الرئاسة قولا واحدا. يعني راح يهاجموا الشرع لو مهما يكن. يا اخي هيك ما بحبوا الاسلاميين، لو حتى كان اداؤهم على ارض الواقع 10/10. لكن جماعة علمانيين ما بحبوا الاسلاميين، وزاد كرههم لاحمد الشرع انه ما اعطاهم مناصب. لكن العميد هذا اللي اسمه أحمد رحال خطير جدا يا أخوان، خطير جدا. لحد الآن ما بيظهر نفسه إنه هو ضد السلطة، عم بيظهر نفسه إنه هو الناصح الأمين للسلطة، وهو بسعر نضال معلوف، كمال لبواني، بل أخطر منهم صراحة، بل أخطر منهم. فشفت الفيديو تبعه، عم ينتقد عدة أمور أو 3 أمور. عم ينتقد 3 أمور. الأمر الأول انه ايش كان اسمه هذا، مهرجان دمشق الدولي هذا الاخير. فوزير الاعلام اللي تحته 70 خط و70 اشارة استفهام، واللي كلياتنا انتقدناه وعم نطالب باقالته، استدعى صناع محتوى، في منهم كانوا شبيحة. نحن كلياتنا ضد هذا الامر. لو كان العميد الرحال طلع واستنكر استدعاء بعض المؤثرين اللي كانوا محسوبين على النظام البائد، والله كنا ما حكينا شيء وعادي جدا. لكن جاب فيديو لأحد الأشخاص اللي أنا والله العظيم ما بعرفهم أبدا، وأول مرة أشوفه، إنه عم بقول إنه أنا كنت إعلامي على الأرض وإعلامي حربي وأنا ضحيت وأنا كذا. طب ليش دعيتوا المؤثرين اللي محسوبين على النظام البائد وما دعيتوني؟ عبعاتب الدولة. فمباشرة بجيب لك أحمد رحال هذا الفيديو وبنتقد الدولة، وإنه شلون هيك أنتوا عم تستغنوا عن إعلاميين الثورة، وشلون أنتوا عم تستغنوا عن إعلاميين اللي رافقوا الثوار واللي ضحوا واللي وجبتوا لنا إعلاميين شبيحة. رح أرد على الجزئية ونكمل للأمر الثاني اللي ذكره العميد الرحال. أخي الكريم، نحن لما قدمنا للبلد وللثورة، نحن ما كنا أبدا منتظرين يعني أجر، منتظرين شكر. نحن عم نقدم هاي الأمور انتماء لبلدنا سوريا، إعلاء لكلمة الحق، نصرة للدين، حبا للوطن. هي أمور فطرية. يعني بدنا نسترجع كرامتنا، بدنا نسترجع حريتنا، ما بدنا يعني يعطونا أجر ولا شكر ولا حتى يعزمونا على مهرجان هذا دمشق الدولي أو معرض دمشق الدولي. يعني على سبيل المثال، والله هذا المؤثر أو هذا الشخص الثائر الإعلامي لو طلع أيضا وانتقد جزئية إنه ليش عم بتجيبونا إعلاميين تابعين للنظام السابق، أنا معك 100% ومنشد على إيدك، ولازم نرجع منكرر إنه هذا وزير الإعلام لازم يستقيل. أما إنك تعاتب الدولة ليش ما دعتك، يا أخي طب في الآلاف المؤلفة اللي كانوا مع إعلام الثورة، فممكن يكون نسوك، ممكن يا أخي فرضا ما في مجال إذا راح يدعو كل واحد مؤثر أو كل شخص سند الثورة إعلاميا، بدهم صالة تستوعب 20,000 شخص، لأن كتار، يعني كتار. فأنت ما لازم تزعل إنه ما دعوك، لكن ممكن تنتقد إن دعوا إعلاميين الثورة، ولازم ما إعلاميين الشبيحة، ولازم ما نسمح لهم بذلك، ولازم نفضح الإعلاميين اللي كانوا مع نظام البائد. هي بالنسبة، وأمر عادي جدا، لا يستحق يا أحمد رحال، لا يستحق أنك تطلع وتجيب هي القصة يعني. لكن الرجل بده يصطاد أي شيء، بده ينتقد
أي شيء بده يصنع غلطات، بده يصنع مظلوميات، بده يستغل أي شيء حتى يتخذ السلطة. أما الانتقاد الآخر جاب فيديو، خلونا نشوفه كلياتنا مع بعض. جاب فيديو هن نفسهم رجالات الأمن هن اللي أطلقوه. تفضلوا. الكهرباء العامة في دمشق. بنشوف الفيديو وبنرجع بنعقب عليه. الله يجزيك خير. الشيخ يا شيخ هنا أرزاق. مع مين الشباب؟ مع مين أخونا أنت؟ يا طيب. مع مين؟ مع مين مشتركون؟ أبو علي. أبو علي إيش؟ أبو علي بدري؟ من وين؟ من الشام. وين قطاعكم بالشام؟ غسولي. وين؟ غسولي. على صوتك. غسولي. هاي الشباب كانت عم تقص أبواب الكهرباء. أول نقطة تلفت الانتباه إنه أمر معيب اللي كنا نقوله لنظام الأسد يرجع يقال إنه لما نظام الأسد كان حاطط الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والقطاعات العسكرية والمفارز، كنا دائما في جملة يقولها حامية حرامية، اللي حاطن الأسد ونظام الأسد حاميها حرامية. والله يا أحمد رحال أنت إنسان مدلس وظالم. شوفوا يا أخوان شلون قلب الحق باطل، قلب الصح خطأ. يعني عم بقول إنه شيء معيب جدا إنه نرجع نقول حاميها حراميها. هدول يا أخوان، هدول الجماعة اللي شفتوهم مصورين، هدول كانوا منتسبين للأجهزة الأمنية. مين بيلقي القبض عليهم؟ بعض من الأجهزة الأمنية، شرطة عادية أو رجالات أمن شافوهم عم بيسرقوا فألقوا القبض عليهم وصوروهم كنوع من أنواع، طبعا فصلوهم وراح ينسجنوا ويتعاقبوا، وإضافة إلى ذلك تشهير أمام الناس كلها أن هدول كانوا عناصر أمنية وعم يسرقوا. لكن مين ألقى القبض عليهم؟ الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة. مين اللي صورون؟ الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة. مين اللي عمل هاي الإشهار وذلهم وكسر راسهم؟ الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة. فهذا الرحال بدل ما يعظم هذا الأمر وإنه فعلا دولتنا يعني صارت دولة قانون وما في حدا فوق القانون والكل بده ينفضح، حتى لو أحد تابع للدولة وانكمش راح ينفضح وراح يتعاقب. راح شبه هي السلطة بالسلطة القديمة وإنه حاميها حراميها. يا حبيبي بشار الأسد كان رأس الهرم هو اللي عم يسرق، وكان عم يعين الوزراء عم يسرقوا، وكان اللي تحت الوزراء من رأس الهرم لأسفل الهرم كلهم حرامية وكلهم عم يسرقوا، وكان سرقة ممنهجة. يعني حتى ما فيك وين تشتكي. يعني إذا أنت فرضا شفت هيك ناس شرطة أو جيش عم يسرقوا ورحت تشتكي عليهم، ما حد ما بدك تشتكي بيقبضوا عليك انت، ويمكن يصفوك ويمكن يقتلوك. ما في مين تشتكي عنده، لان كانت سرقة ممنهجة، كان ما في حساب، كان ما في عقاب. لكن ممكن جدا في ظل هاي الأحداث والانفلات الأمني والتمردات اللي في الجنوب والتمردات اللي في جبال الساحل وقسد ودولة جديدة وناشئة وعم بتجهز أجهزة أمنية وفي ناس عم بتطوعوا. إيش يعني هن عندهم جهاز يكشفوا النوايا؟ يعني خيو لما واحد بده يتطوع عنده شروط، السن كذا، خالي من الأمراض، يعني في شروط عادية هيك. ممكن أي شخص بغض النظر عن خلفيته، بغض النظر إن كان إنسان متدين، إن كان إنسان غير متدين، إن كان صالح، إن كان طالح، بس ما استوفى هاي الشروط بينتمي. بعدين ممكن يستغل وظيفته ويسرق. لكن مين اللي بيردعه
الأجهزة الرقابية اللي عليه اللي بتنفذ القانون على الكبير والصغير. يعني فرضا لو هذا المنظر كان على أيام بشار الأسد وشافوا رجالات من الجيش عم يسرقوا، ما حدا بحاسبهم. لكن عنا في ظل الحكومة الجديدة برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع، الله يبارك فيه ويبارك لنا فيه، مباشرة أول ما واحد من الأجهزة الأمنية فكر يسرق ألقوا القبض عليهم وصوروهم وفضحوا عرضهم في الانترنت وفصلوهم وراح يسجنوهم وراح ينفذوا عليهم القانون. بقى ايش عم تقول حاميها حراميها؟ لك هذا المنظر وهذا الفيديو، هذا الفيديو يدعوك الى الاطمئنان. هذا الفيديو يدعوك انك تشكر الحكومة الجديدة انه فعلا نحن تغيرنا، انه نحن فعلا رايحين للطريق الصحيح، انه فعلا ما ضل حدا ابدا فوق القانون. عم بتقول نحن راح نعيدها من اول وجديد حاميها حراميها. يعني يا جماعة هون بتشوفوا كمية التدليس والكره والخبث اللي عم تطلع من هذا اللي اسمه أحمد رحال. شخص خطير جدا، شخص مدلس. يعني الحق بيقلبه باطل. الشيء اللي لازم نشكر الدولة عليه انه عيون سهرانة هيك. اي شخص فكر، مجرد ما واحد استغل وظيفته عنصر من العناصر الامنية وفكر ان يسرق، مباشرة كشفوه وصوروه وفضحوه حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر، حتى ما يجي واحد اخر يستغل وظيفته او تسول نفسه هيك انه والله انا بدي اسرق، انا بدي اعمل، انا بدي ارتشي. هذا الفيديو اللي انتشر بربي الناس كلها من كبيرة لصغيرة انه فعلا ما ضل حدا فوق القانون. الامر الثالث اللي بدي ارد على هذا المدلس هو انه يعني مثل كمان عم يهمز وبلمز انه الازرق عم بساوي انزال. انا هذا اللي اخصص له حلقة خاصة، يمكن اليوم انزله او بكره، يعني ما بدي ارد عليها بهذا الفيديو. الله يحمينا من شر الرحال واللبواني ونضال معلوف وكل هؤلاء الطابور الخامس. وهذا كل شيء لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.